السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم الوصفه ديال الغريبه د البهله اللي كتجي لذيذه بزاف بطريقه سهله ومبسطه، فبقاو معايا تعرفوا على المكونات والطريقه ديال هذه الوصفه. غادي ناخذ اناء للعجن وغادي نوضعوا فيه 125 غرام ديال الزبده، ما يعادل كاس الا ربع زبده دائبه الا بغيتوا تذوبوها، وكاس ديال السكر مع مرش مزيان، وواحد الكيس ديال سكر فانيلا. كنخلط السكر مع الزبده مزيان مزيان حتى كنتحصل على واحد الزبده اللي ما فيهاش الحبيبات ديال السكر، كتولي كريميه. هنا في هذه المرحله تقدروا تخدموها حتى بالعجانه. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت عامر مزيان، واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد نخلط هاد المكونات كاملين مزيان مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وكيولي عندي واحد الخليط اللي هو كريمي. ومن بعد غادي نضيف واحد الكيس ديال فلان كراميل، كيعطي لهاد البهله واحد المذاق زوين بزاف، واللي ما كيتوفرش على كريم كراميل فماشي ضروري. من بعد كنضيف واحد راس معلقه ديال القرفه، غير راس معلقه صغيره، ونصف كاس ديال الجنجلان محمر، ونصف كاس ديال اللوز محمر ومهرمش بقشورو. كنخلط هاد المكونات كاملين مزيان حتى كينسجموا، ومن بعد كنضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق انا عندي هنا 500 غرام، عبرتها 500 غرام وكندخلها في الخليط غير بالتدريج. وبالنسبه لهذا الخليط انا هز لي 500 غرام بالضبط. فهاد المكونات اللي عطيت لكم هنا راها مضبوطه 100%. ان شاء الله الا تبعتوا الطريقه راه غادي تصدق معكم 100%. ومن بعد كنضيف 12 غرام ديال الخميره د الحلويات. بالنسبه للخماره الحمراء كديروا وحده ونص، وبالنسبه لينا هنا اللي كيس واحد فيها 15 غرام، يعني ما كنديروهاش كامله، كنخليو واحد شويه، المهم 12 غرام. ومن بعد كندلك البهله بهذه الطريقه، كنمعصها بهذا الشكل. الطريقه راها سهله وواضحه، وتقدروا تخدموا هذه الطريقه ديال الدلك حتى في العجانه، يعني ديروها في العجانه وتدلك، غادي تدلكها مزيان. المهم خاصنا ندلكوها مزيان بهذه الطريقه. والقوام ديال العجينه ديال البهله راه ماشي بحال العجينه د الحلويات الاخرى، راه كتجمع شويه بصعوبه، وهذا هو السر باش كتجي لذيذه وكتجي زوينه. اما الا جات عجينه كتجمع بكل سهوله، راه حتى من كطيبوها كتجي مدقسه وغير وحده ما تقدوش تكملوا عليها. ومن بعد كناخذوا العجينه وكنكوروها، ومن بعد كنبسطوها شويه وكنوضعوها في صفيحه ديال الفرن، كنكونوا فرشنا لها الورق ديال الفرن بهذه الطريقه كما كتشاهدوا معايا. فكما قلت لكم راه هي ما كتجمعش بكل سهوله وما كتكورش بكل سهوله، يعني كنحاولوا نجمعوها وكنبسطوها واحد شويه من الفوق باش ما تجيش هكاك عاليه، وكنوضعوها في صفيحه ديال الفرن. وبالنسبه للفرن انا ملي كنبدي نشكل الغريبه كنشعل الفران يسخن، كنشعل الفران من التحت والفوق على درجه حراره 200. ومن بعد ما كنكمل التشكيل ديال الغريبه وكنعمر الصينيه ديال الفرن، كنوضعها في الوسط ديال الفران، في المكان اللي كنوضعوا فيه الكيك، في الوسط ديال الفران. انا هنا كنهضر على الفران الكهربائي، وكنطفيو عليها من التحت، كنخليو الفران مشعول غير من الفوق، وكنقص له الحراره كنردو على 170، وكنوقف حداها غير كنشوفها تشققات صافي كنشعل عليها من التحت وكنخليها طيب. وبالنسبه للفران ديال الغاز كذلك كنخليوه يسخن، غير كنوضعوا اللاطه في الفران، كنطفيو عليها من التحت وكنخليو غير الفوق مشعول، وكنقصوا عليه الحراره باش ما تحرقش من الفوق، غير كتشقق كنطلعوها الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي مشققه، كتجي لذيذه، كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى تجربوها. فهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. نخليكم في امان الله الى وصفه قادمه ان شاء الله.